دي الام جي الزد اس التربو. تمام. العربيه دي ما نزلتش عندنا مصر، وكنا معتقدين ان هي هتبقى الفيس ليفت بتاعت الزد اس العاديه. تمام. لكن هي ما نزلتش، وما بقاش في عندنا زد اس اساسا، ما بقاش في عربيات عندنا في مصر الحمد لله. فتعالوا نتفرج على الزد اس التربو دي عشان مبهره بجد. يلا بينا. طيب اهي هي دي العربيه الام جي الزد اس التربو. تمام. لو تلاحظوا حاجه، انا مدي اشاره شمال. تمام. مدي اشاره شمال بس. تمام. هتلاقوا الفوج لايت شغال اللي تحت الشمال لمجرد ان انا اديت اشاره شمال. تمام. فالعربيه دي فيها فوج كورنر. تعالوا بقى اتفرجوا على الاضاءه بتاعت العربيه. شايفين الخط اللي فوق ده بتاع الاشاره؟ فمديه شكل حلو قوي 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 للعربيه. ده كده شكل العربيه من الجنب. هي الزد اس اللي عندنا. وده هنا تروفي. تمام. اللي موجوده عندنا على الام جي 6. وده ظهر العربيه. ده شكل الاضاءه ال LED. وهنا الاشارات، وده هتلاقيهم طبعا من اللون العادي، من الهالوجين عادي جدا يعني. وده شكل العربيه. عايز اقول لكم ان العربيه دي فيها كاميرات 360 درجه. بصوا. وطبعا البصمه وفتحه سقف جميله كبيره. تعالوا بقى نتفرج على العربيه من جوه. مبدئيا الانتيريور بتاع العربيه واخد من اللون الاحمر. تمام كده. وده المفتاح بتاع العربيه، قريب جدا. قريب ايه ده؟ هو المفتاح بتاع الاتش اس اللي عندنا في مصر. فتمام حلو جميل. دي الماتيريال بلاستيك 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 بلاستيك، لكن هنا في جلد وهنا في جلد بس واخد التطعيم بتاع الكربون فايبر، وشكله حلو. وده الكرسي بتاع السواق كهرباء. ودي الطاره بتاعت العربيه ما اتغيرش فيها حاجه. والتابلو اولموست هو ما اتغيرش فيه حاجه برده، ما عدا الشاشه دي اللي شغاله ب 360 درجه. الكاميرا بتاعتها 360 درجه بلس طبعا الشاشه الحلوه بتاعت العدادات. تمام. شكلها جميل قوي قوي قوي. ستارت انجن. وده هنا بقى في الاي اس بي والهيل ديسنت اسيست كمان. فدي حاجه كويسه. ده بقى العربيه من ورا اهي. طبعا حطوا فيها ال2 USB وفتحه التكييف الخلفيه بلس طبعا البتاع اللي فوق دي جميله جدا. تعالوا كده نبص على الموتور بتاع العربيه دي. مش عايز يفتح ليه؟ فتح الحمد لله. الموتور بتاع العربيه دي مبدئيا هو ده شكله اهو، ويعتبر فيه تصفيح من تحت. فكويس. اشمعنى احنا ما بيجيلناش بتصفيح؟ ما علينا. المهم الموتور بتاع العربيه دي زي ما قلت لكم هو 1300 سي سي تيربو، وبيطلع 115 حصان و230 نيوتن متر عند 4000 لفه في الدقيقه. يعني يعتبر رقم حلو كويس. اداؤه يعتبر كويس. والموتور ده متوصل على فتيس 6 سرعات اوتوماتيك عادي جدا. بصوا بقى معايا كده في الشاشه بتاعت العربيه. بصوا التكييف. حاطين هنا السخانات للكراسي اللي قدام. بصوا كده. ادي سخان الكرسي اللي انا قاعد عليه، وادي سخان الكرسي التاني. تفتكروا دي لو جت مصر سعرها هيكون كام؟